فانا جبت الشخصيات اللي معروفه في حضرمتون. انا كنت اتقمصها وانا صغير، انا صغير كنت احب اجلس اشوف الشخص اقلده. اقلده تو، يعني اخذ تو اللي عنده اقلده، يعني موهبه يعني من ربي، موهبه من صغري كانت. اخذت السواحلي اظنك انت؟ كان عندي في الحاره سواحليين، وعندي ابن حجر، ومقابلينا من اندونيسيا، وفي برضه يعني عده شخصيات. وكانت عندنا مقاهي من اكبر المقاهي في في بعبود، من نفس الشرجي منطقه بس شويه كده داخليه. فكنت اجي المقاهي اقعد اشوف الحجري لما يتكلم، اشوف البدوي كيف يتكلم، فاخذ هذه الحاجات. فضربوا سالم باني فجيت عنده فعرضت له الشخصيات هذه القوالب هذه اللي معي، فاعجبته. فدخلنا سوينا اراجيز من الماضي، سوينا اشياء حتى ايوه كانت هذه ضربه غير. واول ما ظهرت بعيسى في مقطع كان اطلعنا عيسى شوي. عيسى في اول مقطع كان في طياره في مونولوج. ايوه اقول عزيزي راكب سماه قبل ما يطلع طايره، يا ويلو اللي يتفل في طايره تمباكا نشوقه قاتا، يا ويلو بنزل دروسه درس بزراديه من بعبود. بعبود فرح صاحب المواد البناء. كانت في عجز من الماضي صح؟ نعم ايوه بالضبط. فمن هنا انطلقت، وبعدين جبت شخصيه احمدو. اول من بدا شخصيه احمدو انا قبل ابو سالم. قبل ابو سالم. فانا تاخرت في مصر، كان عالج امي هناك الله يغفر له ويرحمها. الله يرحمها. فتاخرت وبدر بيوقف عمله، فقال لي كيف اسوي؟ قلت له ما حد اقرب واحد بيعطيك الشخصيه هذه الا ابو سالم. طيب اطلعنا احمد، خلينا احنا نشوف كيف ابو سالم. سمع بقول لك حاجه، نحن جينا برنامج هذا والله مليح بجيبه في عيد حلا والله العظيم يا اخي. فابو سالم كان اقرب مني يجيب الصوت زيي. فقلت له خلاص، قال لي وكاش، قلت له بضحي بشخصيتي ماشي مشكله. بعدين اعطانا اسماعيل نفس الشخصيه في حضرموت. حجي او مافعي؟ لا اسماعيل مولد برضه صومالي. لا صومالي قح. صومالي قح مش مولد. لان في الموالده كثيرين، اندونيسيا الهند من الحاجات دي. والحجري سالم اللي هو انا فيها، وعيسى اللي ثلاث شخصيات دي. جاء بدر لعند ابو سالم، كانوا يتناقشون انه يبغى يعمل حاجه، فقال له ايش رايك في الكرتون؟ قال الكرتون بتأدي وفي معنا شخصيات ودخلنا والحمد لله بدينا مع بدر انا ومحفوظ وابو سالم، اول ناس بدينا معه. نعم. من الصفر.